ازيكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده فيديو سهل جدا وبسيط جدا زي ما العنوان كده بيقول، ازاي ممكن تسنتر ديف في نص الشاشه او في نص الكونتينر بتاعها بالسي اس اس. طبعا الفيديو ده يعني ممكن يبقى سهل قوي بالنسبه لحد شغال فرونت اند، وبالنسبه للناس شغاله في الباك اند او ما بيكتبوش سي اس اس كتير. يعني دي من الحاجات المرعبه لما تقول له سنتر ديف، ده بالنسبه له دي حاجه مور كومبلكس ذان ان هو يعني يعمل انفراستراكشر مثلا لابلكيشن which is شتان الفارق. يعني الفيديو ده يعني ممكن يكون الهدف بتاعه مش انك ازاي فعلا سنتر ديف بس، في شويه تيبس وتريكس كده ممكن تستعملها في 6 طرق مختلفه ازاي تسنتر الديف، ومن خلالها هبدا ان انا اقول شويه شورت كاتس وشويه تيبس ازاي ممكن تستعمل بروبرتيز معينه او فيتشرز معينه في سي اس اس ممكن تكون ما بتستعملهاش وتبدا تستعملها من دلوقتي. فيلا بينا نبص على المثال معانا. في المثال ده اللي قدامنا حاجه بسيطه قوي، كونتينر ديف وجواه ديف تانية اسمها ماي ديف. هي البيربل ديف اللي قدامنا ديت، في فوقيهم شويه ديفز، بس يعني انا عملت بس سي اس اس بسيط كده عشان خاطر اعمل لك اللاين الاسود اللي في النص ده عشان يبين السنتر بتاع الفيو بورت بالظبط واحنا بنعمل السنترلايزنج بتاع الديف ده. فيلا بينا نبدا باول طريقه. اول طريقه معانا هي الموست كومن وهي قديمه جدا، بتستعمل من زمان جدا يعني بدل المودرن تكنيكس اللي انا هتكلم عنها بعد كده، وهي انك تقول له والله انا عايز ان المارجن يكون اوتو. في الحاله ديت هو المفروض هيسنترلايز. طبعا مش باين بالنسبه لنا سنترلايز لان هو الديف باي ديفولت بيكون واخد الويدث كله بتاع البيج. احنا عشان نبين ان هو سنترلايز ولا لا، ببساطه هديله ويدث. هقول له مثلا ان الماكس ويدث بتاعك انا عايزه يكون 300 بكسل مثلا يعني. فهتلاقيه باي ديفولت دلوقتي لم من ناحيتين، وهو اهم حاجه في المارجن بتاعه يكون من اليمين ومن الشمال. طبعا لو انا قلت له انا عايز لا من فوق من تحت يكون حاجه تانية زي 100 بكسل من فوق من تحت واوتو من اليمين والشمال، فهي دلوقتي سنترلايز في النص. موست كومن، سهله جدا، بسيطه جدا. من التيبس اللي انا عايز اقول لك عليها النهارده ان انت بدل ما تقول له ان الماكس ويدث ب 300 بكسل، لا انت ممكن تقول له ان الماكس ويدث بالنسبه لك بفيت كونتنت. الفيتشر ديت مهمه جدا. فدلوقتي الديف هتاخد دايما الويدث بتاع الكونتنت اللي جواها. فلو رحنا على HTML دلوقتي وقلت له مثلا ايه هنا say this is another text مثلا، هنستنى هنا هتلاقيه عمل ريلود وخد الويدث بتاع الكونتنت بتاعي. في كل الحالات هو هيفضل الويدث في النص او سوري الديف في النص، حتى لو فيو بورت كبر او صغر دايما هو في النص. فده من الحاجات اللطيفه جدا. خلينا نصغر التكست مره تانية ونروح على الطريقه التانية. خلينا نسيب الويدث زي ما هو عشان هنحتاجه بعد كده، بس هكومنت المارجن عشان نروح للطريقه الثانيه. طبعا زي ما قلت الديف عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو بلوك بيزد. هو طبعا دلوقتي واخد ويدث بس هو بلوك، يعني لو حطينا اي حاجه جنبه في ال HTML لا هتروح على نيو لاين. طيب لو انا رحت هنا وقلت له لا انا عايز ان الديسبلاي بتاعك خليهولي بانلاين مثلا، في الحاله دي انا حولت الديف لحاجه ممكن تبقى شبيهه بالسبان ولا حاجه. فلو رحت للكونتينر هنا وقلت له والله انا عايز التكست اللاين بتاعك بسنتر، فكده هيتعامل مع الديف وكانها انكر تاج ولا سبان ولا اي حاجه، ويجيبها في النص برضو زي ما انت شايف كده بتاكت از ان هي سبان، بس هي في النهايه جت في النص ونفس الشكل في النهايه ظهر زي ما احنا عايزين. دي الطريقه الثانيه اللي مش ريكومندد انك تعملها، لان المفروض انك تتعامل مع الديف ان هو بلوك، ولو انت عايز تعمله سنترلايز في طرق تانية ممكن تعمل لها سنترلايز غير الموضوع ده. طبعا الطريقه دي بتنفع لو انت عامل كونتينر من السبان ولا من اي اليمنت تاني من اللي الطبيعه بتاعتهم انلاين باي ديفولت. خلينا نروح على الطريقه الثالثه اللي معانا النهارده، وهي طريقه لطيفه قوي كنا بنستعملها زمان في اننا نعمل لايت بوكس. في طرق احسن دلوقتي في اللايت بوكس، بس خلينا النهارده اوريكم برضو طريقه من الطرق اللي احنا كنا بنسنترلايز بيها ديف في النص. طبعا لو رحت هنا وقلت له والله انا عايز مثلا البوزيشن بتاع الديف ديت ريلاتيف مثلا، وقلت له ليفت ب 50%، في الحاله ديت هي هتروح للنص، بس هيكون الليفت سايد بتاعها هو اللي في النص مش هي نفسها. فواحد مثلا ممكن يكون مش عارف اللي احنا هنقول عليه النهارده، يقعد يقول لك مثلا ايه لا والله خليها لي مثلا ايه 45، فتلاقيها 45 جت في النص شويه، لا خليها 44. فيقول لك بس بيرفكت هي كده كويسه جدا. بس ده طبعا ده مش سكيلبل، لان انت لو صغرتها شويه هتلاقيها مش جايه في النص. طبعا عندنا دلوقتي العلامه السوداء ديت مبينه النص فين بالظبط، لو كبرتها قوي هتلاقيها مش في النص. طيب ايه الطريقه اللي انت ممكن تسنتر بيها؟ لا هنرجعها تاني ل 50%، وهنستعمل فيتشر لطيفه قوي في السي اس اس اسمها ترانسفورم. قلت له ترانسفورم ورحت جاي عامل فيه طبعا فيتشرز كتير زي ما قدامك كده، بس احنا هنستعمل حاجه لطيفه قوي اسمها ترانسليت. ترانسليت خليها ترانسليت على الاكس لان انا عايزه ترانسليت
على الاكس اكسس يعني، وقلت له سالب 50%. الحاله ديت انا بزقه 50% لورا ايا كان الويدث بتاعه ايه. طبعا ترانسليت ديت فيه فيتشرز ثانيه، يعني لو قلت له مش ترانسليت على اكس، لا ترانسليت على اكس بسالب 50% وخليها تترانسليت على واي ب 50%. هتبص هنا تلاقيها ترانسليتد تحت. ده من الفيتشرز اللطيفه قوي، ممكن تروح تبص عليها وتشوف انت ممكن تتعامل مع ترانسليت ازاي. زمان كنا بنعمل اللايت بوكس بالطريقه ديت عشان خاطر نتاكد ان الحاجه في النص بالظبط، والامبلمنتيشن بتاع حتى التول تيبس يوتيليتيز والحاجات ديت هتلاقيها بتشتغل بالطريقه ديت موست بروبلي لو هم ما عملوش يعني رينوفيشن لللايبريز يعني. طيب دي كده كانت الطريقه الثالثه. خلينا نروح بقى لطريقه مور مودرن شويه، ان انا لو رحت دلوقتي للكونتينر بتاع الديف ديت وقلت له انا عايز الديسبلاي بتاعتها مش انلاين بقى بفليكس، في الحاله ديت كل الحاجات اللي جواها هتبقى تحول لايه؟ لفليكس اليمنتس جوه فليكس بوكس. لو قلت له ببساطه جاستيفاي كونتنت انا عايزه بالسنتر، الحاله دي كل الاليمنتس اللي جوه هتكون جاستيفايد للسنتر. فالموضوع دلوقتي بسيط جدا وسهل، من 2 لاينز خلاص انت عملت سنترلايزنج، سهل وبسيط جدا. بس انا هديك يعني هوم ورك كده تروح تبص عليه. هو انا لو رحت قلت له ان انا عايز الفليكس دايركشن بتاعي بكولوم مثلا، دلوقتي ما بقتش سنترلايز، فاحنا كده محتاجين نغير اللاين دوت لحاجه ثانيه. الحاجه دي انا مش هكتبها لك هنا في الفيديو، بس هسيبها لك شوف الناس اللي بتتابع الفيديو وبتعمل ريسيرش بعد كده وبتبص على المصادر، شوف لي ايه الحاجه اللي احنا ممكن نغير جاستيفاي كونتنت بسنتر ديت لايه عشان خاطر نخلي الديف ديت ترجع تبقى في السنتر مره ثانيه، واكتبها لي في الكومنتس، انا بقرا كل الكومنتس يعني. خلينا نموف اون للطريقه اللي بعد كده وهي الطريقه الخامسه. مش هنبعد قوي عن الطريقه ديت. لو قلت له ديسبلاي جريد، لاين واحد بس في الجريد ممكن يخلي اي كونتنت او اي ايتم موجود جوه الجريد دوت يبقى في السنتر بالظبط. هنقول له بليس كونتنت بالسنتر. الحاله ديت لو الجريد مثلا سي 9 ولا حاجه، دايما هتكون الكونتنت اللي انت بتاعك منحصر في النص بالظبط. طب انا عايز ده يكون سنترلايز في نص الفيو بورت بالظبط، هعمل ايه؟ هدي الجريد ديت هايت عشان خاطر تاخد الهاي بتاع المكان كله. فلو قلت له مثلا هايت بتاع الجريد ديت انا عايز يكون مثلا 100 فيو بورت هايت، وده من اليونتس اللطيفه قوي برضو اللي انت ممكن تتعلمها. طبعا في هنا سكرول بار عشان خاطر الديف اللي فوق دوت، فانا ممكن برضو الحاجات اللطيفه اللي لازم تتعلمها انك تعمل كالك انقص منه بس 50 بيكسل اللي هو بتاع الديف اللي فوق والمارجنز والحاجات دي كلها، فتلاقي الديفايه جت بالظبط في النص بتاع الفيو بورت، او مش بالظبط يعني من تحت الديف هنا في المسافه دي كلها الديف دي بقت في النص بالظبط في الهايت وفي الويدث. دي من الحاجات اللطيفه قوي برضو اللي انت محتاج تتعلمها وتروح تريسيرش اكتر فيها، ازاي تتعامل مع الجريدز ومع الفليكس بوكس. من الحاجات اللي انا بريكومندها من الريسورسز هو هتلاقيه تحت في اللينكس يعني، هو الجريدز والفليكس دوكيومنتيشن اللي موجود على سي اس اس تريكس، من اروع الحاجات وفيها فيجوال دوكيومنتيشن وحاجات لطيفه قوي. انصحك جدا تروح تبص عليها، ويمكن ده هيحل كمان السؤال اللي انا سبته لك تدور عليه ان ريبليس ايه بجستيفاي كونتنت. الطريقه السادسه والاخيره برضو لنفس فكره انك تجيب الاليمنت دوت في النص بالظبط بتاع الفيو بورت، مش في النص بس على الاكس اكسس، لا في النص بتاع الاكس اكسس والواي اكسس كمان. انك تروح مثلا تقول له انا عايز والله انك تقول له البوزيشن بتاعي مش ريلاتيف المره دي، لا انا عايزه فيكسد، وانا عايز ان الليفت بتاعي يكون 0، الرايت يكون 0، توب 0، البوتtom ب 0. ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ هو انا بقول له ان الاليمنت دوت المفروض يكون في كل الاتجاهات. طبعا هو مش رايح في كل اتجاه عشان عندي ماكس ويدث، بس لو شلت الماكس ويدث هو دلوقتي بقى فيت في الفيو بورت كله، توب بزيرو، البوتوم بزيرو، رايت بزيرو، والليفت بزيرو. بس انا هرجع تاني الماكس ويدث، ومش بس كده انا هخلي كمان في الماكس هايت بتاعه بفيت كونتنت، فدلوقتي يبقى الكونتنت بتاعي هو اللي بيديكتيت الهايت والويدث بالظبط. وهديك بقى الماجيك وورد في الموضوع دوت لما يكون عندك الكيس بتاعت ان فيكسد وفي كل الاتجاهات هو ستيكي لكل الاتجاهات، هقدر اقول له ببساطه دلوقتي مارجن باوتو. بص بقى مارجن اوتو، هوب دلوقتي هو في سنتر بتاع الفيو بورت كله، مش بس تحت الجريد او الجراي بار، لا في النص بالظبط بتاع الفيو بورت. وتقدر تشوف ده ببساطه لو عملنا كده هتلاقيه دايما في النص، ولو صغرنا حتى الشاشه ديت هتلاقيها دايما هو في النص. دي من الحاجات اللطيفه جدا 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 اللي انت ممكن تستعملها. واديك تب كمان ان انت الاربعه بروبرتيز دولت اللي انا اديتهوله ليفت ورايت وتوب وبوتم لو كلهم بزيرو او عايز تديهم نفس القيمه، في شورت كات للموضوع دوت انك ممكن تقول له انسيت بزيرو، هتعمل نفس القصه بالظبط كانك قلت الاربعه لاينز دولت بس في شورت كات، الموضوع هيبقى بسيط كده.
بس كده، دي كانت الست طرق اللي انت ممكن تسنتر بيها ديف. لو بتتفرج عليها وانت باك اند انجينير، تخليش حد فرونت اند يفليكس عليك بعد كده بالموضوع دوت. ولو انت فرونت اند انجينير، اتمنى تكون استفدت اي حاجه من الفيديو دوت. لو استفدت اي حاجه، اعمل لايك واعمل شير للفيديو عشان يوصل لناس اكتر. شكرا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.